السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل خبز الحليب، هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة وإن شاء الله هتعجبكم جدا جدا. بس قبل ما أبدأ في الوصفة بتاعتي عايزة أقول لكم كل سنة وحضراتكم كلكم طيبين وبألف خير وصحة وسعادة، والسنة دي إن شاء الله تكون سنة سعيدة على الجميع، وكل اللي في نفسه حاجة إن شاء الله يحققها، وربنا إن شاء الله يجعلها سنة سعيدة علينا كلنا إن شاء الله. أنا معايا هنا الخبز بتاعي، المقادير بتاعتي. عندي هنا كوبايتين من الدقيق، وعندي هنا هحتاج كمان كوباية من الحليب. كوباية الحليب دي هاخد عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. بسم الله. كوباية الحليب دي لازم تكون دافية تمام كده. وهاخد كمان معاها معلقة كبيرة سكر، وهقلبهم مع بعض كويس جدا، وهسيبهم لمدة مثلا لمدة دقيقة كده او دقيقتين، عشان بس الخميرة تتفاعل مع السكر كده وتتفاعل مع الحليب. المفروض نحطها في كوباية اكبر من كده. تمام. هقلبها بس بالراحة واسيبهم يتفاعلوا مع بعض على بال ما نحضر المقادير الجافة بتاعتنا. بقى عندي المواد الجافة بتاعتي اللي هي عبارة عن كوبايتين من الدقيق او الطحين الابيض. هاخد عليهم معلقتين من السكر. انا كمان حطيت معلقة سكر كبيرة على الخميرة زي ما شفنا مع بعض. تمام. وهحط هنا معلقتين، يبقى كده كل اللي هنحتاجه 3 معالق كبار من السكر. تمام كده. وهحتاج كمان رشة صغيرة من الملح او ربع معلقة صغيرة من الملح دي كده. تمام كده. وهقلب بقى المواد الجافة بتاعتي كده كويس مع بعض كده. عندي الخميرة بتاعتي اتفاعلت مع الحليب والسكر زي ما انتوا شايفين كده. لو كانت الكوباية اكبر من كده كانت هتعلى اكتر من كده، بس احنا كل اللي احنا عايزينه ان الخميرة تتفاعل مع السكر والحليب، ونتأكد كمان ان الخميرة بتاعتنا نشطة. تمام كده. بعد ما قلبت بقى المواد الجافة مع بعضها زي ما احنا شفنا مع بعض، هنزل بيه الحليب والخميرة كده. بسم الله. وهعجن بقى العجينة بتاعتي كويس جدا. عجينة بس هلمها بالمعلقة الاول كده، وبعد كده هلمها بايدي. لازم تتعجن كويس جدا جدا يعني. بص بقى العجينة دلوقتي يعني لحد ما هتبقى ناشفة شوية. انا عايزة العجينة بتاعتي تكون ملزقة، فانا هضيف حوالي 3-4 معالق من الحليب كده. بسم الله. والحليب برضو يكون دافي، ما ينفعش يكون ساقع. تمام. وهعجن فيها تاني لحد ما نشوف القوام اللي احنا عايزينه. بسم الله. العجينة دي عشان تنجح معاكي لازم تكون ملزقة، ما ينفعش تكون يابسة ولا ناشفة كده. العجينة بتاعتي ملزقة زي ما انتوا شايفين كده. تمام. انا بس يا دوبك لميتها، ما عملتش فيها اي حاجة، لميتها بس. عندي بقى هنا معلقة من الزبدة. الزبدة طرية، تكون بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش جامدة، بس عشان بس الجو بارد، فهي عشان كده ايه جامدة شوية، لكن هي لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ او بدرجة حرارة الغرفة. تمام كده. هعجن بقى العجينة بتاعتي، بس انا مش عارفة اتحكم في العجينة كده. كده العجن يكون كده. تمام. شد كده، مش عارفة بس اتحكم في العجن. لازم تعجنيها كويس جدا لحد العجينة بتاعتك دي ما تبقى عاملة زي الاسترتش، تمط معاكي. تمام. انا عجنت العجينة بتاعتي كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، وبقت ما شاء الله لا قوة الا بالله عجينة ناعمة جدا وطرية. عايزه اقول لكم عجينه ناعمه جدا وطريه زي الملبن بالظبط، بس في نفس الوقت عامله زي الاسترتش، لازم تمط معاكي كده زي الاسترتش. تمام. هي بتاخد حوالي من معلقه لمعلقه ونص من الزبده عشان تلم معاكي، والملمس بتاعها يبقى طري وتبقى عامله زي الاسترتش كده زي ما انتوا شايفين كده. بس بجد عجينه حلوه جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم. انا فضلت اعجن فيها لحد ما الرخامه بقت نظيفه عندك كده. تمام. حوالي 10 دقايق تعجني فيها، يعني متزهقش من العجن شويه، بس المهم ان هو سر نجاحها هو العجن. كل ما عجنتها كويس كل ما طلعت معاكي ناجحه، وهي بتبقى عجينه مش يابسه، بتبقى ملزقه شويه وفي نفس الوقت ناعمه وطريه. عندي بقى دلوقتي البوله اللي هنحط فيها او هنخمر فيها العجينه بتاعتنا. انا دهناها بس بمسحه من الزيت كده. هحط بقى العجينه بتاعتي كده
وهغطيها ببلاستيك او باي كيس تلاجة عندك او اي حاجة عندك، وبعد كده بفوطة وتسيبيها في مكان دافي عشان تخمر معانا كويس. العجينة بتاعتنا بعد ما اختمرت هي فضلت حوالي ساعة على حسب المكان عندك. لو عندك مثلا الفرن غاز او فرن كهرباء ممكن تشغليه حوالي 5 دقايق، وبعد كده تطفيه وتحط فيه العجينة وانت طبعا مغطياها بكيس، وبعد كده فوطة. تمام، وهتسيبيها في الفرن والفرن مطفي مش الفرن شغال. تمام كده عشان محدش يحطها في الفرن والفرن شغال بس. دلوقتي بقى العجينة بتاعتنا ما شاء الله اختمرت كويس جدا اهي. بسم الله، هنقسمها نصين وبعد كده النصين ده هنقسمهم كمان، يعني نقسمها 4 ارباع. تمام، وكل ربع هنقسمه 4. بقى بعد ما قسمت كل ربع ل4 ارباع هاخد العجينة عندي كده وهلمها كده، يعني هتعملها زي كور كده. تمام، هتعملها كور بس عادية وبعد كده هنظبطها. هلمها بس. تمام، لو حسيت ان مثلا في كورة اكبر من التانية ممكن تاخدي حتة من واحدة كبيرة على اساس ان انت تظبطي الحجم بس يكون قد بعضه. تمام، تمسكي قطعة العجينة كده بس وهتدخليها جوه بعضها كده بحيث ان بس تبقى مظبوطة معاكي، وبعد كده هتلميها زي البقجة كده. تمام، هتدوريها بقى كده عشان تبقى مظبوطة. حطيها على ايدك كده او على الرخامة بحيث ان هي بس تبقى مظبوطة. تمسكيها كده بس ما تضغطيش عليها، تلفيها بس من غير ما تضغطي عليها. تمام كده. هتعملي بقى كل الكور بتاعتك كده بالشكل ده كده، تفرديها كده على ايديكي او على الرخام وبعد كده تلميها بالشكل ده كده كده زي ما انتوا شايفين كده. تمام اهي بقت معايا مظبوطه اهي. يا اما تلفيها على ايدك كده يا اما تلفيها على الرخام بحيث ان هي تبقى زي دايره كده مظبوطه، وهنحطهم نرصهم جنب بعضهم كده زي ما انتوا شايفين كده. وهكمل بقى باقي الكميه بتاعتي بنفس الشكل اللي احنا شفناه مع بعض كده اهي. سهله خالص مفيش فيها اي حاجه، بس المهم بس تدخلها جوه بعضها كويس زي الكايزر كده، زي الخبز الكايزر او العيش الكايزر. كورت العجينه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين كده الصينيه كبيره عليها دي اصغر صينيه، اصغر مقاس عندي. لو انتوا حابين بقى تعملوا في المقاس الصينيه دي مقاس 24. لو حابين تعملوا تملوا الصينيه كلها، يعني هتعملي 3 كوبايات عشان تملى الصينيه كلها. تمام. فدي اصغر صينيه عندي، انا ما عنديش مقاس اصغر من كده. دلوقتي بقى انا هغطيها بفوطة وهسيبها لحد ما تختمر، وبعد كده نشوفها مع بعض ان شاء الله. وده كده شكل الخبز بتاعنا بعد ما اختمر. ما اخدش معايا وقت لان انا كنت حطاه في مكان دافي. انا ولعت الفرن حوالي 5 دقايق وبعد كده طفيت الفرن وحطيت الصينية بتاعة الخبز بتاعي وهي متغطية بالفوطة زي ما انتوا شفتوا كده في الفرن وهو مطفي، مش وهو شغال، هو مطفي. تمام كده. سبته حوالي نص ساعة لحد ما اختمر معايا زي ما انتوا شايفين كده. ما اخدش وقت في الاختمار لان هو كان في مكان دافي. ما شاء الله ما خدش وقت معايا. تمام، وشايفين ما شاء الله ميل الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. كان الخبز بتاعي لحد هنا بس، الصينيه اتملت زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى الفرن بتاعي شغال على درجه حراره 180. هدخل الخبز بتاعي، هولع الفرن بس من تحت مش هولع من فوق. تمام كده، على الشبكه على الرف الوسطاني. هسيبه لحد ما يستوي معايا او الحروف تبان ان هو استوت كده. تمام كده، وبعد كده هديله وش من فوق حوالي نص دقيقة وهخرجه على طول. ده شكل الخبز بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. عايزه اقول لكم عامل زي الاسفنج، طري جدا. وانا بخرجه من الصينيه ما كانش مستحمل زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله لا قوه الا بالله، طري جدا جدا، يعني حاجه كده فوق الوصف. وعايزه اقول لكم بقى ريحته يعني بجد خطيره جدا، ما شاء الله لا قوه الا بالله. لازم تجربوه، سهل وبسيط جدا جدا.
انا يا دوبك بس خرجت من الفرن، رشيت عليه رشة مية كده بس وغطيته بالفوطة حوالي 5 دقايق. وبعدين دلوقتي عندي كده شوكولاتة سايحة. دلوقتي بقى عندي شوكولاتة اللي هي شوكولاتة بيضة سايحة انا مسيحاها، حط على الشوكولاتة الغامقة كده يعني عشان يبقى ابيض وشوكولاتة. ودلوقتي لما عشان بس الخبز سخن والشوكولاتة لسه يا دوبك سايحة كده، فشوية وهتجمد تاني. تمام، هتبقى شكلها حلو وكمان طعمها حلو جدا. لو انتوا حابين بقى مش حابين تزينوا من فوق وحابين بس تحشوا الخبز بتاعكم، ممكن تحشوه ما تزينوهاش من فوق. ممكن كمان تحشوا الخبز اي حشوة انتوا حابينها، سواء جبن بقى او شوكولاتة زي ما انتوا حابين. وبعد كده بقى تزينوا بالشوكولاتة زي ما شفتوا كده. حلو جدا جدا، اتمنى تجربوه. انا عايزه بس اوريكم واحده كده، اشوف لكم واحده من هنا كده. شايفين عامل ازاي؟ عامل زي الاسفنج، شايفين؟ طري جدا جدا اهو، شايفين من جوه عامل ازاي؟ بجد تحفه. بس هو لسه سخن زي ما انتوا شايفين، لسه مدخل قدامكم اهو. عشان كده الشوكولاته ما ثبتتش عليه شويه، بس هو الشوكولاته هتجمد عليه. تمام كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تجربوه لان بجد طعمه حلو. هدوق بقى حته معاكم كده، بسم الله. بجد حلو جدا 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 ما شاء الله، لازم تجربوه. ده حلو جدا جدا بجد تحفة، ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. اتمنى تجربوه وتقولوا رايكم في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. اسيبكم في امان الله، مع السلامة.